السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، اللهم آمين يا رب العالمين. قُمنا بقى كده من النوم عشان نعمل كوباية النسكافيه اللي بتفوّق كده وتصحصح الدماغ علشان نكمّل اليوم بتاعنا، لإن كل يوم ما بيشبهش اليوم اللي قبليه، كل يوم بيبقى فيه موال وشغل وفيه كل حاجة إيه، مش عارفين بقى، يعني ربنا المستعان، يعني حبّة يوم مثلًا بيبقى خفيف علينا ويوم تقيل شوية، بس الحمد لله على كل حال، إحنا قدّها وقدود وبنقوم بكل حاجة، الحمد لله على كل حال، ما دام فينا صحة وبنقول يا رب فالحمد لله ربنا بيعين وبيقوي ما دام قادرة تقومي بشغل بيتِك، فبنقول الحمد لله على كل حال، والحمد لله إن إحنا ما اتحوجناش لحد، تمام؟ سلقنا بقى البيت كده وقُلنا بقى إيه، هاقعد أفطر كده في رُكن على جنب أنا والبت لولّا، علشان خاطر أقوم أشوف إيه اللي ورايا، علشان كان ورايا الأوضة بتاعة الliving بصراحة عايزة تتنضف والبلكونة والحاجات دي كلّها، فكانت عايزة مجهود شوية، فقُلت إيه، أقوم أخلّص كده أفطر لقمة وبعد كده أقوم أخلّص اللي ورايا علشان ما يبقاش ورانا حاجات كتير قبل الشتا، نخلّص كل حاجة أوضة، أوضة أو حاجة، حاجة علشان ما يبقاش علينا ضغط في الشتا بتبقى الجو ساقعة جدًا، الدنيا متكتكة، مع إن أنا بصراحة من الناس اللي بتحب شغل الشتا جدًا، يعني ممكن أقوم أشتغل في الشتا وما اشتغلش في الصيف. الصيف حَر وفرهدة وضغط بيوطة وحوارات كتير، إنما في الشتا بمجرد ما تقومي وتستعيني كده وتستعيذي من الشيطان، تستعيني بالله بتقومي وتتحركي بتدفي، بتحسي إن الحركة كده إيه، فيها بركة فعلًا في الشتا، بتدفي كده وبتسخني، وتحسي كده إيه، لأ أنا عايزة أكمّل، أنا سخنت، لأ خلاص هاكمّل، هاشتغل، لو في أكتر من كده هاشتغل، فالشتا بيبقى حلو في الحاجات اللي زي كده يعني. فبرضه أدينا بنخلّص لعل وعسى إيه، مش عارفين الظروف، فخلّينا نخلّص حاجة، حاجة برضه ونشوف الدنيا كده والّا كده زي ما قُلنا ما بتخلصش، يعني على طول إيدينا فيها وعلى طول بننضّف وعلى طول بنعمل، ما بتُقفش، مش معنى إن الشتا هييجي خلاص مش هننضّف ولا تنضيف عميق ولا الكلام، لا والله بجد هننضّف وهنعمل كل حاجة. الشتا ما دام زي ما باقول لكم بنستعين بالله وبنستعيذ من الشيطان، الدنيا بتكون زي الفل وبتقومي وربنا بيقويكِ وبتقري أذكار الصباح بتاعتِك بتقولي أعوذ بالله من العجز والكسل، فخلاص يعني يعني دي أهم حاجة. أنا باحس كده لمّا باقرا أذكار الصباح والله العظيم بجد باحس إن أنا نشيطة كده حاسة كده في بركة في اليوم ونشيطة وقادرة أعمل كل حاجة ومش شاغلة دماغي بحاجة، أنا خلّصت ذكر ربنا وخلّصت الوِرد بتاعي وخلّصت الحاجات دي كلّها، فهاقوم بقى وأشوف إيه شغل بيتي، لإن برضه ده كل ده زي ما قُلنا في ميزان حسناتنا، فكل ده بنؤجر عليه بصراحة يعني زي ما قُلت لكم الحاجات دي كلّها ما بتخلصش، يعني إحنا كل يوم في نفس الموال تقريبًا، يعني كل يوم إيدينا في البيت وكل يوم بنعمل نفس التفاصيل وكل يوم بنروّق وكل يوم بنرتّب وحوارات كتير يعني، حاجة مش بتخلص مهمًا كان. أنتِ دلوقتي عايشة في بيت، يعني في حياة، يعني في أطفال، في الكلام ده كلّه، فكل ده بتقومي من النوم تعملي نفس الحاجات اللي عملتيها قبليها بيوم. يمكن في حاجات بتحتاج منِّك مجهود أكتر، وفي حاجات بتحتاج مجهود أقل، فكل يوم إيدينا بتبقى في الحاجة طبعًا ده أكيد أنتِ أم وسِت بيت والكلام ده كلّه، وحُطّي مليون خط تحت أم يعني 24 ساعة البيت متبهدل بسبب الولاد. ويا رب يرزق كل مشتاق، اللهم آمين بالذرية الصالحة، ويكون يا رب مُعافي في بدنه وجسده وسمعه وبصره، اللهم آمين يا رب العالمين. أي حد نِفْسه في طفل ربنا يدّيه له، والله بجد، بجد ادعوا من قلبكم وأنتِ في الصلاة بتسجدي ادعي، وربنا ما بينساش أبدًا، أبدًا دعوة إحنا بندعيها أبدًا، يعني اوعي تتوقعي إن ربنا ناسي منِّك دعوة. أنا والله حصلت معايا حاجات وآجي بعد كده أقول يا رب طَب ليه حصلت معايا، وآجي بعد كده أكتشف إن والله ده خير، ده فعلًا ده الحمد لله إن ما حصلتش، يعني أي حاجة بتحصل وإن ربنا مش بيدّيها للبني آدم وأنتِ بتزعلي عليها لأ، ده كان اختيارِك، ما بالِك بقى اختيار ربنا لمّا هو منعه، ده اختيار ربنا بقى أحسن من اختيارِك 100 مليون مرّة، فما تزعليش أبدًا على حاجة فعلًا أنتِ تمنيتيها وما اتحققتش أو ربنا ادّاكِ حاجة مكانها أنتِ ما كنتيش عايزاها، ومع مرور الوقت اكتشفتِ إن هي فعلًا أحسن من اللي أنتِ اخترتيها، واللي أنتِ اخترتيها يعني بتحمدي ربنا 100 مليون مرّة إن هي يا رب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين إنها ما اتحققتش. فاختيارات ربنا أبدًا ما تزعلوش إنها ما اتحققتش، ربنا عمره ما بينسى دعوة أنتِ سجدتِ في الأرض ودعيتيها، حتى لو مش هتتحقق على طول بتتحقق مع مرور الوقت، وبتقولي ياه! ده أنا يا ربي ده أنا اتمنيت في يوم من الأيام الحاجة دي وفعلًا جات لي، بس بعد فترة طويلة، يعني ربنا ما بينساش أبدًا، دعوة أنتِ دعيتيها عمر ربنا ما هينساها، ادعي كده من قلبِك، صفّي النوايا، خلّي نيتِك دايمًا صافية، خلّي قلبِك دايمًا أبيض،
تحقديش على حد، ما تشيليش من حد، ما تخلّيش جواكِ كده ذرة كره لحد، وأنتِ والله ربنا هيدّيكِ أضعاف ما بتتمني. يعني خلّي دايمًا سيبي اللي يكرهِك يكرهِك، واللي يحبِّك يعني على راسنا من فوق، وخلّي اللي يكرهِك عادي، أهم حاجة أنتِ بتتعاملي بالنية الصافية، وعلى نواياكم تؤجرون، يعني كل نية أنتِ بتتعاملي عليها يعني ربنا بيأجرِك عليها. يعني عايزة أقول لِك يعني أهم حاجة إن أنتِ تصفّي نيّتِك، صفّي النوايا، يعني صفّوا النوايا وخلّي دايمًا قلوبكم صافية، وخلّي دايمًا قلوبكم بيضا، ما تشيلوش من حد، ما تزعليش من حد مهمًا حصل. والله هو عايز يزعل منِّك أو هي عايزة تزعل منِّك خلاص، هننساهم وخلصنا على كده، يعني مش موضوع إن أنا أقعد أفكّر فيهم وأجيب في سيرتهم كل شوية وأجيب في سيرتهم 24 ساعة، فلأ خلاص. يعني والله العظيم بجد أنا شايفة إن الناس دي تتنسى أحسن. انسيهم من حياتِك، خرّجيهم من حياتِك وخلاص يعني. أهم حاجة أنتِ اتعاملتِ بإيه، وكان نيّتِك إيه، وأنتِ يعني عملتِ إيه في حياتِك علشان خاطر مثلًا ما تخسريش إنسان، ما تخسريش بني آدم، وهو خسرِك فخلاص براحته. كل واحد يا جماعة يعيش بالشكل اللي يريّحه، ما دام أنتِ ما بتغضبيش رب العالمين، ما غضبتيش ربنا، ما زعّلتيش ربنا، خلاص. عاملة كل حاجة، يعني صِلة رحمِك وكل حاجة وصلتيها وهو والله مش عايز يوصلها، فدي حاجة ترجع له هو براحته، حاجة براحته ترجع للإنسان ده أو الشخص ده، فحاجة ما تزعّلش ما دام أنتِ عملتِ كل حاجة علشان خاطر تصلي رحمِك واللي قدّامِك مش عايز يوصله خلاص، فأنتِ عملتِ اللي عليكِ. هو ما زال برضه لمّا هتشوفيه هتكلميه عادي أو هتكلميها عادي والموضوع عادي، لإن أنتِ نيتِك صافية. نيتِك مش شايلة من حد، نيتِك مش حاقدة على حد، ما فيش من جواكِ كره وحقد للبني آدم اللي قدّامِك أو غلولة أو الكلام ده كلّه، أبدًا لأ. خلّي دايمًا نواياكِ كده بيضا وصافية، وأنتِ دايمًا في ذهنِك وبالِك وتفكيرِك إن ربنا هيدّيكِ ومن واسعة كمان، وهيدّيكِ على قد نيتِك وضميرِك، وأبدًا، أبدًا، أبدًا عمر ما إنسان بيعمل حاجة لربنا وربنا ما بيدّيهوش على قد نواياه وأكتر كمان. خلاص، فسيبي كده إيه، اللي يتكلّم يتكلّم، واللي يقول عليكِ يقول، والكلام ده كلّه زي ما قُلت لِك أنتِ هتتعاملي بالنيّة الصافية وربنا هيدّيكِ على قد تعاملِك بنيّتِك الصافية. خلاص. وأهم حاجة ذكرِك لربنا، قولي الورد بتاعِك، الأذكار بتاعتِك كل يوم، ما تنسيش الحاجات دي لإن هي اللي هتحفظِك طبعًا من العين وهتحفظِك من الكلام ده كلّه. وزي ما باقول لِك كل واحدة ليها عيشة، ففي ناس بتبقى عايشة العيشة بتاعتها مش عاجباها أو باصة لغيرها رغم إن غيرها أقل منها، يعني و وغيرها دي يعني عايشة زي ما بيقولوا إيه، يعني إيه بالزق. ورغم كده مبسوط لها في حياتها، ومبسوط لها في عيشتها، مبسوط لها في الحياة بتاعتها في كل تفاصيلها، بولادها، بكل حاجة. طب وليه؟ خلّي دايمًا، دايمًا بُصّي للي تحت رجلِك، بُصّي للي حواليكِ، بُصّي لعيشتِك أنتِ بس ما تبُصّيش أنا عايزة أعيش زي فلانة، ولا عايزة أسافر زي فلانة، ولا عايزة أجيب زي فلانة، ولا أجيب من براند كذا زي فلانة. ليه؟ عيشي على قدِّك والحمد لله. وكلّها، كلّها دنيا إحنا عايشينها، اسمها دنيا، وقت، زمن، حياة، مجرّد وقت هنعيشه وفي الآخر كل واحد فينا هيقابل رب كريم. هتعيشي حياة لو أنتِ فعلًا صافية ونيتِك صافية وحياتِك حلوة، هتعيشي أحسن عيشة في الدنيا، في الآخرة قصدي، أنتِ يعني ما عشتيهاش في الدنيا، حياة تانية أنتِ ما عشتيهاش في الدنيا. فصفّي بقى وعيشي واعتبري إن الدنيا دي زاهدة بكل اللي حواليها، لإن هي فعلًا زايلة بكل اللي حواليها، بالناس اللي عليها وبكل اللي فيها. انسيهم وانسي تفاصيلهم وانسي اللي يزعّلِك وانسي كل حاجة وِحشة. المهم بقى، خلّصنا الأوضة ونضّفناها كده وإحنا بنرغي، ونضّفنا البلكونة ونضّفنا الحاجات دي كلّها وحطينا الفراخ تتسلق على النار، علشان النهارده هنعمل فراخ مسلوقة مش هاعمل أي حاجة تانية خالص. بما إن أنا بانضّف فما باحبش أعمل حاجات كتير، أو ما باحبش أخلّي اليوم كلّه مشحون كده من الأكل والكلام ده كلّه وتنضيف وترويق لأ، باخِف على نَفْسي حاجات سهلة وبسيطة وسريعة. سلقت الفراخ وقبل ما باسلق الفراخ بادّيها غلوة كده على النار قبل ما بانزل بالتوابل، وباشيل الريم بتاعها، وبعد كده بتنزلي بالتوابل بتاعتِك بعد ما تشيلي كل الريم وتاخد كده غلوة على النار. خلاص؟ علشان لمّا بتنزلي بالتوابل في الأول وأنتِ بتشيلي الريمة أنتِ بتشيلي كل التوابل بتاعتِك معاها. قطّعنا كده بصلاية صفّرناها علشان البامية بتاعتنا، ونزلنا كده بفصّين توم، ونزلنا بقرن فلفل كده حامي، تحفة الفلفل الحامي في البامية خطير، خطير، خطير.
بس أنا نزلت بنُص بس عشان خاطر الولاد ما يبانش طعمه أوي، علشان خاطر يرضوا ياكلوا الباقي. صفّرتها بقى وشوّحت كل الكلام ده كلّه مع بعضه، ونزلت بالصلصة المتفرّزة اللي إحنا كنا مفرّزينها مع بعض. التفريزات دي بتنفع قد إيه في البيت، والطماطم بالذات، يعني الطماطم يعني من أحسن الحاجات اللي تفرّزيها وتنسي بقى الصلصات وتشتري دماغِك خالص من الكلام ده كلّه، أو الطماطم بقت ب20، الطماطم بقت ب10، الطماطم بقت بكذا. لأ خلاص إحنا فرّزنا الحاجات دي يا حبيبة قلبي، وإحنا شطّار، ودلوقتي عارفين إيه اللي يتشال وإيه اللي ما يتشالش والكلام ده كله، وعارفين الوقت بتاعها إمتى والكلام ده كله. كل ده بينفع بقى في البيت أمّا بتكون الطماطم غالية جدًا، بتوصل سعرها ساعات 15 و20 جنيه، فعلى إيه يعني؟ إحنا مفرّزينها وشاريين دماغنا من الغلا والكلام ده كله، تمام. والدنيا غليت جدًا، 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 فربنا يعين كل واحد على بيته يا رب، وعلى ولاده، وعلى المدارس، وعلى الكلام ده كله. فربنا يعيننا يا رب، ويعين كل اللي حوالينا، ويعين كل أب كده شقيان على ولاده، اللهم آمين يا رب العالمين، وكل أم برضه. فربنا يعيننا يا رب، ويعدّي الأيام دي على خير، ويرزق كل مشتاق، اللهم آمين يا رب العالمين. واعملوا لنا طشة كده حلوة للبامية، بعد ما باحب بقى أحط كده الصلصة اتسبكت، صلصة طبعًا متسبكة، وحطيتها كده على الصلصة بتاعتنا، خدت بقى الغلوة بتاعتها واستوت، وباعمل لها الطشة بتاعة التوم دي. فقُلت بقى أروح كده أركن على جنب بقى شوية بعد ما نضفت البلكونة بقى، أقعد آخد كده شوية snack كده من الورق الدومة، وعملت القهوة. وبُصّوا، قليل البخت يا جماعة يلاقي العضم في الكرشة. بُصّوا بقى إيه اللي حصل، أنا قاعدة باصوّر في أمان الله خالص والله، ولا في نيتي أي حاجة، وقاعدة باكل البتاع بتاع الولد أماديمو ده، كان حار، وكان جاي دلوقتي يشرح لي: "بُصّي يا مامي ده حار، يعني بُصّي مرسوم عليه كمان." قُلت له: "والله يا ابني ده طعمه جميل، ده تحفة، هات شوية وأنا إيه هاقعد آكلهم." والجو كان جميل والسما كانت صافية، وهوب اللي حصل حصل بقى. وبُصّوا انزل تحت كده هتلاقي بقى الكارثة اللي حصلت. بُصّوا، شايفين الدبان وقع فين؟ وقع في القهوة. رُحت قُمت بسرعة عملت واحدة غيرها طفيت الكاميرا ورُحت عملت واحدة غيرها. يعني مش قادرة أقول ما باصدّق يا جماعة أقعد والله العظيم 3 ولقيت لِك هوب الدبانتين، مش واحدة بس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشيلها، لو في حاجة وقعت في الكوباية بتاعته كان بيشيلها وبيشرب الكوباية عادي. بس بصراحة أنا واقعة كَم من الدبان مش مش واحدة بس، ده كذا واحدة وقعت في الكوباية. فقُلت لأ خلاص بقى ما بدّيهاش، قومي اعملي واحدة تانية يا بنتي يا لولو، قومي خلاص، قومي يا أختي اتشطّري كده وقومي. فالبت ليلي كانت إيه طالبة منّي دونت، فقُلت يالّا يا بنتي يا لولو تعالي نعمله بالمرّة. فإيه حطيت كده حوالي 4 كوبايات من الدقيق، دخلتهم كويس في العجينة بتاعتي، وقُلت إيه هاعجنهم على طول وأعملهم على طول مش هياخدوا منِّك وقت. وأنتِ برضه أمّا تعمليهم 4 كوبايات حلوين أوي وزي الفل، وهيعملوا معاكِ كمية حلوة جدًا، 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 يعني كمية من الدونت كويسة جدًا. وحطينا رشة الملح بتاعتنا، وحطينا فانيليا عشان بتدّي ريحة للعجين تحفة مع الدونت. تمام كده، وحطينا نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام، وحطينا إيه تاني يا لولو، حطينا 3 معالق كبار من السكر، وحطينا معلقة كبيرة من الخميرة. واحدة واحدة أهي المقادير، يبقى حطينا 4 كوبايات دقيق، حطينا نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وحطينا 3 معالق من السكر، وحطينا كمان فانيليا، رشة من الفانيليا، وحطينا معلقة كبيرة من الخميرة. كل الكلام ده كله حطيناه في المواد الجافة خلاص. وكسرنا كده بيضاية بعد ما قلبنا كل المواد الجافة مع بعض، كسرنا بيضاية على العجين، وحطينا بقى السلاح بتاع العجن بتاعنا، وهنحط جيت احط البتاع الواقي اللي هو منع الطرطشه ده، لقيت الولد ادم شايل منه الكاوتشات من الجنب، فمش لاقيها، لقيته بيلعب بيها جوه والله العظيم 3. فقلت يلا ما علينا مش مشكله، مش هيطرطش ما دام ده نص كيلو بس. حطيت معلقه كده من الخل، وعندي كده 3 مكعبات زبده صغيرين مش كبار، وعندي كوبايه من الحليب هنزل بيها واحده واحده. هنا النص كيلو خد مني بالظبط كوبايه والنص كوبايه، بدات انزل بيها شويه من شويه بشويه، يعني خد كوبايه ونص. خلاص انزلي بالكوبايه الاولانيه عادي مره واحده، وبعد كده نص الكوبايه التانية ابداي انزلي بيها شويه بشويه، تنزليش بيها على طول. وش كل شويه ما بتتعجن معاكي، هتقلبي العجين من على البوله بتاعتك علشان خاطر كله يندمج مع بعضه وما يبقاش فيه حته معجونه كويس وحته لا. ادي النص اهو نزلت بيه.
شوية بشوية علشان ممكن دقيق يشرب معاكِ سوائل ودقيق لأ. بُصّوا حطيت بقى 3 مكعبات من الزبدة صغيّرين مش كبار، 3 مكعبات صغيّرين خلاص؟ بس عندِك مكعبين من الزبدة بس استخدميهم، اللي عندِك اشتغلي بيه مش هيقول لأ، هتبقى زي الفل برضه وحلوة والله وجميلة جدًا، جدًا في البيت. أنتِ بقى حابة تقلي الدونت ده في الزيت براحتك، حابة إن أنتِ ت تحطيه في الفرن براحتك بقى، بس الدونت بيتقلى في الزيت، يعني هو الدونت معروف إن هو بيتقلى في الزيت، بس براحتك عايزة بقى أنتِ إيه ما تقليهوش في الزيت وتاكليه كده في الفرن براحتك، الاتنين بينفعوا والاتنين حلوين. بُصّوا العجينة بقت حلوة إزاي معانا، بعد ما بعد ما عجناها كويس جدًا، 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 بانزل بالزبدة آخر حاجة، خلاص؟ يعني الزبدة دي آخر حاجة بعد ما العجينة بتتعجن كويس، أصل العجينة تحفة مش محتاجة كلام، كانت تحفة بجد، حلوة جدًا، 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 وحاجات كلها متوفرة عندنا في البيت مش هنشتري حاجة من برّه، كل حاجة موجودة. غطيت بقى العجينة بتاعتي كويس هاسيبها بقى علشان ترتاح شوية، ممكن ما تخمّريهاش عادي براحتك، أنتِ حابة إن أنتِ تشتغلي بيها على طول، اشتغلي بيها على طول. أنا سِبتها ترتاح شوية علشان خاطر أبدأ إن أنا أقرّصها، لإن أنا مش هافردها كلّها، هتشوفوا دلوقتي أنا هاكوّرها كِوَر صغيّرة وهاشتغل بيها على طول. عفوًا، بس مسحنا بقى كده إيه، العجّان بتاعنا، واللي عنده عجّان دلوقتي بقى يا بخته بقى، يعني مش قادرة أقول لكم الأسعار بقت عاملة إزاي، دلوقتي الكينو ده عامل 20.000 جنيه، يعني تَمَن العجّان 20.000 جنيه، مش عارفة ليه يعني. يعني الله المستعان، يعني اللي عنده حاجة دلوقتي يا جماعة يحافظ عليها حتى لو كانت صغيّرة، يعني أنا بتاعي ده صغيّر، بس الصراحة بيقوم بالغرض يعني، حلو جدًا، ما اشتكيتش منّه الحمد لله. يعني شكواه ما لهوش شكوى معايا غير إن هو إيه، هو آخره كيلو دقيق مش أكتر يعني، وأنا كده والّا كده ما باعملش أكتر من كده، هو كيلو دقيق على قد إيه، عدد الأفراد اللي موجودة في البيت، وأنتِ أكتر بقى ممكن تعجني كيلو في كيلو لو حابة إن أنتِ تجيبي عجان صغير يعني، أصلِك مين دلوقتي هيجيب عجان ب20.000 جنيه معلش يا جماعة يعني، ما فيش الكلام ده. ف بصراحة يعني أنا شايفة الأسعار بقت يعني غبية، الأسعار بقت غبية جدًا، 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 وإحنا في زيادة وكل يوم في زيادة، على رأيي مثلًا كنت باشتري حاجة، فباقول للراجل: "إزاي يعني الحاجات دي غليت كده؟" قال لي: "لأ أنتِ مش بتتكلمي في يوم حضرتك، أنتِ بتتكلمي في ساعات، ممكن ساعة تلاقي بسعر وساعة تانية تلاقي بسعر تاني، يعني مش يوم يختلف عن يوم لأ، ساعة بتختلف عن ساعة." أنتم متخيلين الكلام ده؟ يعني ربنا المستعان، ربنا يعيننا والله ويعين كل أب على بيته يعني. بس مسحنا بقى كده وشيلنا العجان بتاعنا، بنحافظ بقى على حاجتنا يا ولاد، خلّينا شاطرين، لإن من الحاجات اللي بتتجاب مش هينفع تتجاب تاني، ولو باظت مش هنجيب غيرها، فالحاجة دي لازم نحافظ عليها وإيدينا فيها، بننضفها ونشيلها ونحافظ عليها واحدة، واحدة وإحنا بنعجن، علشان خاطر الحاجة ما تبوظش مننا، ونيجي بعد كده نقول يا ريت اللي جرى مكان. بس مسحنا بقى الرخامة بتاعتنا كده قدّامنا، ونضّفنا الحاجة اللي قدّامنا كلّها، وأنتِ بتنضّفي كده ممكن تاخدي كل يوم حاجة في المطبخ، سواء مثلًا درج، سواء ضلفة، الكلام ده كلّه، وأنتِ بتخلّصي بتشطّبي البيت برّه، هتلاقي نفسِك أنتِ خلّصتِ المطبخ وإيدِك فيه، وأنتِ كمان بتخلّصي برّه، يعني داخلة على المطبخ خلاص أنتِ خلّصتِ تقريبًا الضُرَف وخلّصتِ كل الكلام ده كلّه. تمام، يعني الحاجة البسيطة دي بتفرق على فكرة في المجهود بتفرق في الوقت، يعني أنتِ كمان بترتّبي وقتِك وبترتّبي مجهودِك وصحتِك والكلام ده كلّه. يعني أنتِ أخدتِ حاجة من برّه، خُدي درج معاكِ مثلًا في اليوم، خُدي الكلام ده كلّه هتلاقي نفسِك إن أنتِ إيه، خلّصتِ كده المطبخ مع برّه كمان، يعني أنتِ خلّصتِ الreception والأوَض والكلام ده كلّه، خلّصتِ كل ده مع بعض. العجينة بتاعتنا بقى بُصّوا اختمرت كانت تحفة، جميلة جدًا، جدًا، بُصّوا باينة أصلًا من شكلها. أنا بقى إيه، قرّصتها كِوَر كده، بس الكِوَر دي طلعت كبيرة شوية، فأنتِ كمان خلّي إيه مع إن الكاميرا مكبّراها يعني أكبر، الكاميرا كمان بتزوّد يعني بتكبّر الحاجة. بُصّوا بقى أنتم خلّوها أصغر من كده، اللي هيعمل الدونت ده خلّوها أصغر من كده، وهي صغيّرة أنا باشوف إن هي شكلها أحلى وأشيك كمان وحلوة جدًا، تمام؟ بس أنا قرّصتها بقى كده تقريصة على قد الدونتاية اللي أنا هاعملها، مش هافرّد العجين وأبدأ أقطّع منه، وأبدأ ألِم تاني لأ، خلّيها كده مقرّصة كده صغيّر علشان خاطر نبدأ هي الفردة تبقى هي القطعة الواحدة هي الدونتاية بتاعتنا، تمام؟ بس، وهتعمل معانا كمية حلوة جدًا نُص كيلو، مع إن ده كان كبير، يعني أنا باقول لِك صغّري حجم الحاجة علشان خاطر ما يبقاش الحاجة معاكِ شكلها إيه، كبير أوي لأ، وهي صغيّرة بتبقى حلوة جدًا، 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 وشكلها كمان جميل جدًا، يعني شكلها بيبقى حلو جدًا.
بس كورنا بقى كده كل الكور بتاعتي على قد الدونت بتاعتنا، وقطعنا ورق الزبدة كده مربعات على قد برضو الفردة بتاعتنا. قطعي كده حبة حلوين على قد ايه العدد اللي موجود عندك. خدنا كرة كرة بعد ما ارتاحت شوية وبططناها كده تبطيطة، ما تخليهاش رفيعة قوي وما تخليهاش تخينة قوي، يعني هي شايفينها وسط. وجبت كده اللي هي الحاجات بتاعة الأقماع بتاعتي، وهبدأ ان انا اخرمها من النص اهي. بس ولا هفرد بقى العجين ولا هقطع منه كبير وصغير ولا الكلام ده كله، تبقى واحدة مش قد واحدة والكلام ده كله. اهو ورق الزبدة اهو، وهبدأ احط عليه على طول عشان هسيبها تختمر للمرة التانية. صينية بقى عندك، وابدأي بقى ايه رصي كده الدونات بتاعك علشان خاطر ايه يختمر معانا ويدينا كده ايه نتيجة كويسة وهو بيتقلى او هو في الفرن براحتك. الاتنين حلوين والاتنين شغالين، مادام حاجة في البيت ونضيفة فخلاص في كل الأحوال بتاعتها تبقى حلوة ونضيفة. بس اهو شايفين الدونات جميل جدا جدا جدا، مش محتاج كلام بصراحة. العجينة كانت حلوة جدا جدا ولينة كده وحلوة بشكل غير طبيعي. بصوا بقى اهو. بس بعد كده يعني نصيحة صغري حجم الكور، يعني لو هتعملي اللي بقول لنفسي بقى انا النصيحة دي لان انا اللي عاملاه. بصوا هصغر حجم الكور، هخليه كده الدونات بتاعتنا كده صغيرة وحلوة شكلها لطيف، مع ان الكاميرا مكبراها بس لا احنا عايزين حجم الدونات كده. انا بحبه صغير، بحب شكل الحاجة صغيرة، ما زي ما بقول لكم هنا ملهاش لازمة الفرادة، يعني بايدك افردي ملهاش لازمة خالص اهو. والحاجات الصغيرة اللي بتطلع منه دي هتتقلى وتبقى جميلة، بتبقى شبه الزلابية بالظبط، تبقى طعمها حلو جدا جدا كمان، حط عليها شوكليت كده وتبقى جميلة. زيني بقى التزيين ده بقى بأي حاجة عندك بقى بعد ما ايه ما تتقلى بقى، أي حاجة بتحبيها زيني بيها. ان شاء الله بسكر بودر بس براحتك، ما تكلفيش نفسك اللي موجود عندك في البيت والله هيعجبهم ويبقى زي الفل. اهو قطعنا كله، عمل معانا كمية حلوة جدا جدا جدا، يعني كمية كويسة جدا. بصوا ما شاء الله كمية جميلة جميلة، من نص كيلو دقيق 4 كوبايات دقيق، كمية محترمة يعني. كمية دونات حلوة جدا. انت بتجيبي الواحدة بكام من بره؟ بالشيء الفلاني دلوقتي، فليه اعملي الحاجة دي في البيت والله هتوفر عليكي كتير قوي 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 يا بنات، والله حلوة جدا. اهو بصوا اختمر بقى معانا وبقى زي الفل. الزيت بقى هنا بقى ده مهم جدا جدا جدا، يكون الزيت دافي يدفى معانا، وابدأي وطي النار، ما توطيهاش قوي، تبقى النار بتاعتنا وسط ما تبقاش عالية خلاص، عشان الدونات بتاعنا ما يستواش ويدي لون من بره ويبقى عجين من جوه. تمام. وابدأي كده انزلي واحدة بواحدة، يعني انا نزلت 3 ب3 في الوك بتاعي اهو بالشكل ده. هقرب لكم دلوقتي الطاسة عشان برضو تشوفوا كل حاجة قدامكم. الزيت ما يبقاش ولا هو سخن قوي بيغلي علشان خاطر ما يبوظش معانا الدونات، يبقى متوسط، النار تبقى متوسطة كده وسط، ويبقى الزيت دافي معانا خلاص. وانتي كده الدونات على النار تبدأي تاخدي من الزيت وترشي على الوش اهو، شايفة كده بالشكل ده. خدي الزيت بتاعنا وابدأي ان انتي صبي على وش الدونات بتاعك، هيبقى جميل ومش وهش كده وتحفة اهو. بصوا قلبت اول واحده تاني واحده، اول ما تاخد اللون ابداي اقلبي ما تخافيش، احنا كمان حاطين زيت من على وش التانية فمسكت نفسها ما بقتش عجينه. تمام فاهمين قصدي؟ بس بصوا لونه حلو ازاي. بس ايه يعني انا بقول لكم فعلا النصيحه صغروا الحجم شويه، يعني اللي هتعمليه ما تستصغريش حجمه وتقولي زي ما انا عملت قلت لا ده كده الحجم كويس بلاش اصغر. لا لقيت ان هو لما بيختمر والكلام ده كله اتحط في الزيت بيتضاعف اكتر. بصوا اعمل بقى ايه البنور اللي هو اللي من الجنب ده كده، بيبقى الدونات بتاعك ما شاء الله تحفة وهش وجميل وزي الفل مش محتاج حاجة اهو. شايفين الجمال بتاع الدونات ولونه تحفة. قبل ما تنزلي بقى هدي النار خالص خالص، خلي النار واطية قبل ما تنزلي، يعني سيبي النار توطى شوية على على البتاع، بعد كده ابدأي خليها للوسط. تمام. بس وابدأي بقى ان انت كده بقى ايه برضو زي ما خدنا كده في الاول، خدي من الزيت ورشي على الوش، خدي من الزيت ورشي على الوش. تمام كده. بس
يبقى سهل جدا في البيت وموفر وانضف، وكمان زي ما قلت لك بيرمي معاكي كميه حلوه جدا جدا جدا. اهو اول ما ياخد اللون اقلبي ما تخافيش، بس كله هياخد لون واحد وكله هيبقى نفس الشكل، تحفه تحفه تحفه. بصوا على مصفى بقى وابدأي طلعي الكلام ده كله. اهو شايفين الجمال، شايفين جمال الدونات. بصوا الصغيرين، بصوا من جوه مش عجين، هش حلو جدا. جبت بقى السكر البودر، وهبدأ ارش على شويه كده سكر بودر، وزي ما قلت لك اللي عندك استخدميه، يعني ما تكلفيش نفسك اكتر من اللي موجود في البيت. لو الحاجه موجوده خلاص اشتغلي، من الحاجه مش موجوده شويه سكر يا حبيبه قلبي وطحنيهم للولاد، والله والحمد لله على كده. ده حلو وده حلو، كل حاجه كويسه. بس كده خدنا كده، عملنا شويه كده بالسكر، وعملنا شويه سيحنا كده حبه من الشوكولاته بتاعتنا، حطيتها في الميكرويف وعليها معلقه كده من الزيت وسيحتها. وهبدا ان انا بقى ايه، اغطس كده الدونات بتاعنا وارصه. شايفين شكله ولونه تحفه. العجينه كانت حلوه جدا جدا، جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا، مش محتاجه كلام بصراحه. اهو كده كله خلصنا. حابه بقى هنزينهم كده اي حاجه برضو كانت موجوده عندنا، وشويه كده بالشوكولاته البيضه وخلاص. بصوا كميه حلوه جدا، غير كمان اللي اتاكلت منها على طول اول ما طلعت من النار. بصوا حطينا حبه كده وحبه كده وحبه كده ساده، وحطينا عليها شوكولاته بيضه وحطينا عليها فرماسيل، كانت تحفه تحفه تحفه، جميله جميله جميله. جربوه هيعجبكم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ومع الف سلامه.